السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في مطبخ أسامة. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كيف كتلاحظوا معايا اليوم غنوجد معكم هذا الكاطو كلاصي كيجي رائع بزاف اللي كيتباع بثمن غالي في المخبزات. نتمنى أنكم تجربوه وتوجدوه لوليداتكم. سهلتها عليكم أنا بطريقة مبسطة بزاف. بقاو معايا حتى الاخير تشوفوا المقادير اللي درت فيه وطريقه التحضير. ويلا بينا نبداو على بركه الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه لهذا الجينواز غنحتاج ليه هنايا 3 البيضات، عندي 100 غرام ديال السنيده، اذا هنايا عندي 60 غرام ديال الدقيق و40 غرام ديال بودره اللوز، واحد الساشي ديال الفاني. انا بغيتوش تستعملوا بودره اللوز، كنستعملوا 100 غرام ديال الدقيق. هنا عندي كما قلت لكم 3 البيضات مع معلقه الملحه، غندير لهم ساشي ديال الفاني. بطبيعه الحال اللاطه خصنا نكونوا موجدينها من قبل والفران شاعل. هادو هما المراحل المهمه خصنا نديروهم. 100 غرام ديال السنيده. غنخلط هذا الخليط مزيان حتى يولي اللون ديالو ابيض كريمي ونرجع معكم. هنا كيف كتلاحظوا طربته حتى ولا بهذا الشكل هذا، اللون ديالو ابيض. غنحيد الطراب الكهربائي دابا. هنا غندير الدقيق 60 غرام ديال الدقيق و40 غرام ديال اللوز، بودره اللوز. نغربلهم رغم انني غربلتهم، غنعاود نغربلهم، ندير على نصف الكميه بالشكل هذا. ناخذ الطراب اليدوي، كنبقى نخلط غير بشوي بشوي بهذا الشكل هذا من تحت الفوق، باش كتبقى لينا هاد الجينواز مهويه. صافي، هذا هو الجينواز ديالنا. كيف ما قلت لكم الفران راه شاعل سخون، خصو يكون ضروري الفران سخون من قبل. صافي غندوز باش نفرغوها. هنا غنفرغها في اللاطه. هذا نسرحها باش تبقى لينا متساويه. صافي غندخلها طيب. المده ديال الطياب ما نفوتوش فيها 12 دقيقه. صافي غنخبطها واحد جوج خبطات باش يحيد من هاد الهواء شويه، تقعد وندخلوها طيب ونتلاقى معكم ان شاء الله. هنا بالنسبه للاجينواز هي هذه ملي طابت، واخا تحمرات شويه ولكن راه كتجي خفيفه. هانتوما عارفه اللوز كتجي خفيفه وزوينه. دابا غنقطع على حسب الرغبه. انا غنديرها في اطار بهذا الشكل هذا، نقطعها ونخليها في نفس الطاوه. وغندوز باش نوجد معكم الطبقه المقرمشه اللي غندير لها. هنا عندي 50 غرام ديال البخاليني و50 غرام ديال الفيتين، وغستعمل 50 غرام ديال الشوكولا بالحليب نوعيه جيده، هي في الباماغ غنجيبها. هنا كيف قلت لكم غندير الفيتين مع البخاليني وغنجمعهم ب 50 غرام ديال الشوكولا بالحليب نوعيه جيده. بالنسبه لهاد الجينواز ما غنحتاجوش نسقيوها، لانني استعملت فيها اللوز كيجي فيها معلق، كتجي شاربه، ما نحتاجوش لا اي سيروم، ما كنحتاجوش. انا غنجيب واحد الموس كنحاول نشرطها واحد شوي، ما نوصلش حتى لتحت، اولا بالفرشيطه، ممكن ديروا غير الفرشيطه تكوها. صافي غنفرغ على هاد الطبقه المقرمشه اللي درت، نحاول نسرحها مزيان. هنا بالنسبه للكريمه اللي غنحتاجوا ليها، هنا عندي الكريمه الانجليزيه هي الاولى غنسبقوها. بالنسبه لهذه خليتها تبرد حتى تبرد، غنفرغوا فوق الكريمه. عندي 250 غرام ديال الحليب، عندي 3 ديال اصفر البيض،
عندي واحد الساشي ديال فاني، وهنا عندي واحد 80 غرام ديال سنيده، وثلاثه ديال الاوراق ديال الجيلاتين، وهنا عندي تقريبا 180 غرام ديال الشوكولات ابيض نوعيه جيده. اول حاجه غندير الساشي ديال فاني مع الحليب، رابعه ديال الحليب، وغندير غير نصف كميه ديال السكر، غنديرو فوق العافيه كيغلى. غنديرو هو الاول، عاد نرجع معكم. بالنسبه لهاد اصفرت البيض غنضيف ليه هاد السنيده اللي تبقات ليا وغنخلطو مزيان. بالنسبه للاوراق ديال الجيلاتين كنعقدهم في الماء وحده وحده، كنطويها على جوج بهذا الشكل هذا، كنخليهم في الماء غير يرطبوا، كنحيدهم ما كنخليهمش ثاني مده طويله في الماء، غير يرطبوا وغنحيدهم. ملي كيغلى الحليب غنبقى نضيفو على البيض، خليط البيض بالتدريج غير بشوي بشوي، وانا كنخلط باش ما يطيبش ليا هذا البيض. مع التحريك هانتوما غنرجعو فوق العافيه، غير يطلع فيه الغليه نحسو بيه بدا كيعقد شويه كنحيدوه. هنا هذا هو الشكل ديال الكريمه ملي غلات صافي. دابا غنديرها فوق، كنحرك، غنفرغها في شي اناء اخر. هنا فرغتها في واحد الاناء اخر كبير، غنضيف ليه هذا الشوكولات باش يذوب في هذه الحراره هذه. 180 غرام ديال الشوكولات ابيض نوعيه جيده، غنحركو مزيان حتى يذوب الشوكولات. هنا خليت الشوكولات كيذوب بهذا الشكل هذا، كنحركو مزيان. هنا كنضيف هاد الاوراق ديال الجيلاتين اللي رقدت من قبل باش يذوبوا بهذه الحراره هذه. صافي كنبقى مستمره كنخلط حتى كينسجموا هاد العناصر، وغندوزو باش نوجدوا الكريمه. هنا في واحد الاناء غندير نخدموا قشده طريه. هنا عندي هلاله، غنستعملوا 250 غرام ديال القشده الطريه. غرام غادي نطربها، ماشي غنطربها حتى تطلع كامله، وإلا غنطربها بحال تولي بحال الرغوه، ونحيدوها باش نضيفوا عليها الكريمه اللي وجدنا من قبل. لا كيف كتشوفوا طربتها ولا تقريبا بحال الرغوه. غنتسنى على هاد الكريمه ديال الشوكولاته حتى تبرد، هي تدفى شي شويه، وغنبدا نضيفها عليها باقا سخونه. نتسنى عليها تدفى وغادي نبدا نضيفها. هنا ملي كتبرد لي هاد الكريمه ديال الشوكولاط اللي درنا في الاول كريم انجليز، غنبدا نفرغ فوقها شويه ديال الكريمه بشويه بشويه، ونخلط من التحت للفوق باش تنسجم معاها. عاد نرجعها لهنايا صافي. دابا غنرجع لهاد الكريمه الاولى. هنا كيف كتلاحظوا كملتها. دابا غنفرغها على الطبقه المقرمشه اللي درت، هانتوما راها جمدات، نفرغها عليها كامله. بهذا الشكل هذا. دابا غنقادها، غندخلها المجمد تقريبا ليله كامله، نغطيها بالسلوفان حتى نتلاقى معكم ان شاء الله ملي غادا تبرد. هنا قبل ما غندير معكم الكلاصاج غنوريكم الطريقه اللي كنصوب بها هذا الشوكولات اللي غنزين به في الاخير. وهذا هنا عندي هذا البلاستيك الغذائي ديال الشوكولات اللي كيكون مرسوم فيه اي رسومات اللي كتفضلوا نتوما، كيتسمى لافاسيت. وهذا وعندي الشوكولات مذوب. اول حاجه غنسرحناه فوق طاوله العمل، وغنجيب الشوكولات وغادا نبدا نفرغ فيه فوق من هاد
هذا البلاستيك الغذائي. انا غنخليها غير واحد شويه. قبل ما يجمد ليا الشوكولاط غادا نقطعها حسب الرغبه، كيف ما قطعت هادو على شكل مثلثات. نتوما كتقطعوا اما مستطيلات ولا مربعات اللي بغيتو. هنا الكلاصاج، هنا عندي 250 غرام ديال الحليب يعني رابعه. غنحطها هنا فوق الميزان باش نطابي الزيرو، ونعبر الجليكوز اللي عندي فيه 75 غرام. ضروري نعبرو في الكاسرونه اللي غادا نسخنوا فيها. وهنا عندي واحد 4 الوراق ديال الجيلاتين، وعندي 250 غرام ديال الشوكولات ابيض، اي شوكولات ماشي ضروري يكون نوعيه جيده. صافي دابا غنديرو فوق العافيه سخون. ملي غيغلى غادا نحيدو، غنضيف عليه الشوكولات الابيض. هنا صافي بدا كيجمد واحد شويه، غنقاد ليه الجوانب. كيف قلت لكم قبل ما يقطع كنقادو ليه هاد الجوانب هادو باش تجينا الشكل اللي غنديرو يجينا مقاد بهذا الشكل هذا. صافي كنبدا نقطع فيه. انا اختاريت انني نديرو على شكل مثلثات. هنا كيف كتلاحظوا دابا غنحيدو من هاد البلاستيك. راه ساهل بهذا الشكل هذا، هانتوما كيف كتشوفوا. انا غندير على الكميه اللي غنحتاج فقط، وبالنسبه لهذه غنرجع نخليها. هذا هو الشكل ديالها. هنا ملي غلى الحليب كيف كتلاحظوا غنضيف عليه الشوكولات، نقطعو طريفات ونخليه باش يذوب وسط هذا الحليب، وغندوز باش نرقد هاد الاوراق ديال الجيلاتين. غنعاود نخلط هاد الشوكولات اللي داب، وغنضيف هاد الاوراق ديال الجيلاتين اللي رقدت. هنا كيف لاحظتوا غادا نعاود نصفي هاد الكلاصاج باش نضمن ان ما فيه حتى شي حاجه. الشكل هذا صافي غنصفيه ونخليه يبرد. هذا هو الشكل ديال لاطاط اللي ملي جبتها من المجمد. كيف قلت لكم راه ضروري كندير ليها السلوفان من الفوق باش ما كتشربش ليا الريحه ديال الثلاجه. صافي دابا غنحلها، نحيد لها هذا الاطار باش نحطها فوق هاد الزلاف هذا ونكب عليها الكلاصاج. هنا كيف لاحظتوا حيدت لها الورق ديال الطبخ. هذا هو الشكل ديالها. كتجي طبقه ديال البسكوي وطبقه ديال الفيتين الكروستيون والكريمه. دابا غنديرها فوق في هذا الاناء هذا باش لو فرغت الكلاصاج ما يضيعش ليا. كنرجعو مازال بطبيعه الحال كنقاد ليها الجوانب. دابا لقينا شي بلاصه ما مقاداش كنقادوها. صافي دابا غنفرغ فوق هذا الكلاصاج هذا اللي خليناه يردفى واحد شويه، برد شويه. بسم الله. نتوما كنخليوه كينزل مع الجوانب باش حتى الجوانب يجوني ملبسين بهذا الكلاصاج هذا. هنا كيف لاحظتوا حيدته من صافي خليته حتى جمد، وغندير فيه هاد الاشكال اللي صيفط. كنحاول نلصقهم قبل ما يجمد ليا هاد الكلاصاج بهذا الشكل هذا. الصوره تكون واضحه باينه لكم هانتوما. كيف كتلاحظوا انا زينتها بهذا الشكل هذا.
ثم دائما التزيين كيبقى اختياري. دورت على هاد لي فاسيت من الاشكال ديال الشوكولاته من الجوانب هانتوما. دابا غنديرها في التفصيل ديال التقديم النهائي ونتلاقى معكم. وكيف كتشوفوا معايا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو كلاصي اللي درت معكم. كتجي رائعه بزاف، درتها لكم بابسط طريقه. نتمنى انكم تجربوها في هاد راس السنه هذه. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه للمزيد من الوصفات، ودائما فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، ولي بارطاج مع الاهل والاحباب باش تعم فائده. وشكرا.